بما اني كنت بجهز وفي نص الميك اب، فقلت ليه ما نعملش فيديو خفيف ظريف بما اني بقالي فتره مش بنزل فيديوهات كتير. فقلت اعمل الميك اب معاكم وانا بحكي لكم على افلام، بما اني بقالي فتره هنزل لكم على كي دراما بس. فالمره دي هنزل لكم على شويه افلام كده تتابعوها لانه بجد they worth it. وبالمره عايزه اشارككم ايه رايكم في مسلسل أليس ان بوردرلاند، بما ان الجزء الثالث خلاص اوريدي نزل، واحلى حاجه ان هو نزل كل الحلقات مع بعض. قولوا لي ايه رايكم، لان انا اتفرجت على الجزئين التانيين وحاسه ان الجزئين التانيين اقوى من الجزء ده. عارفه ان ده ملوش علاقه بالكي دراما، بس بجد عشان انا عارفه ان ناس كتير قوي متابعه أليس ان بوردرلاند. باي ذا واي للناس اللي ما تعرفش، أليس ان بوردرلاند ياباني. انا بس اللي حاسه ان الجزء ده اي كلام، هو قوي وكل حاجه، بس ما حاسه ان انا ما استمتعتش زي الجزئين التانيين. which is هما دخلوا حاجات كتير قوي جديده بس حاساه نايم كده. المهم خليني اقول لكم على الكام فيلم اللي انا جايه اقول لكم عليهم، وهما مش دراما اكشن جريمه رعب زي ما انا معوداكم في الكي دراما. انا هبص هنا عشان مضايقه. اقول لكم ايه، بالنسبه للافلام هي دراما اكشن تمام، كوميديا بقى ماشي. فاول حاجه معانا هتبقى هاي فايف. هاي فايف جماعه اتفرجوا عليه، اي ريكومندد. عارفه ان في ناس ما بتتفرجش على افلام كوري كتير زي المسلسلات، جايلكم بحصيله تحفه. هاي فايف بيتكلم عن ايه؟ عن شويه ناس كده، فريق اتجمع، فريق خليها على الله. حرفيا هو فريق خليها على الله، لان تخيل انت كشخص عندك قوه خارقه بس انت مش عارف تستعملها. ومش عارف القوة الخارقة دي عندك ليه. اللي بياخد القوة الخارقة دول الناس اللي بيزرعوا أعضاء. أول ما بيزرعوا أعضاء بيظهر لهم وشم كده هنا. أول ما بيظهر لهم وشم هنا بيعرفوا إن هم عندهم قوة خارقة. يعني حد مثلا ينفخ فينفخ جامد قوي، ده عامل عملية في الرئة، انما اللي بتجري وبتضرب وبتاع دي عامله عمليه في القلب. في واحد زارع قرنيه فبيعرف يتحكم في الاضواء وكده. ده الوحيد اللي عارف يستخدم القوه الخارقه بتاعته صح عامه يعني. فهم بطريقه ما في واحد هيقعد يدور على الناس اللي زيه وهيكتشف مين اللي عنده قوه خارقه زيه كده، وهيبتدوا يجمعوا في بعض. طب بعد ما هيجمعوا في بعض هيعملوا ايه؟ مش عارفين. هيحاولوا يختاروا اسم لنفسهم كفريق، وهيتشكلوا بقى مع واحد تاني كده اكتشف ان هو يقدر يمتص عمر اللي قدامه، فاهمين، ويرجع شاب تاني. بنته طبعا ما كانش عاجبها الموضوع ده لانها عايزاه يموت باي طريقه. تمام، عشان طبعا تورثه، فما كانش عاجبها الوضع. وهيكتشف بقى الولاد اللي هم التانيين دول اللي عندهم قوه خارقه، وهيبتدي يجمعهم، لان هو هيبقى عايز اللي عنده قرنيه ياخد منه قرنيته، اللي مش عارفه عامل عمليه فين فياخد الجزء ده عشان يبقى يكتسب اللي هي القوه بتاعته. فعايز اي حاجه مديهم القوه ياخدها هو عشان ياخد القوه بتاعتهم، فاهمين. هيكتشف بقى ان في واحده فيهم بتقدر تمتص كل القوه دي وتديها لاشخاص معينه، بس هي كانت تستخدمها مع الفريق بتاعها في الخير. هو بقى هيحاول يستغلها باي طريقه، والفريق هيتجمع عليه وكده لحد ما يحاولوا ان هم يتغلبوا عليه. طبعا هو قوته هتفضل بتتزايد وهم مش عارفين يعملوا معاه ايه، لان معظمهم قوتهم ضعفت. تمام. فبجد مسلسل لطيف ظريف وكوميدي. هو في دراما وفي اكشن، بس بجد الكوميديا فيه مكتسحه بطريقه تحفه. بعديها بقى نخش على فيلم القناصين دول. القناصين دول ده فيلم تاريخي شويه، بيتكلم عن ناس في بلد معينه. البلد دي تكاد تكون انقرضت لان الزعيم بتاعهم خد الكنز كله وهرب. ففي شويه جنود كده يعتبروا اخر جنود من القبيله دي او البلد دي عموما على حسب ما هما بينطقوها. فدول يا عيني اترموا في البحر. تمام، او مش يا عيني بقى، هم اترموا في البحر، نصيبهم كده جه ان هم يترموا في البحر. وده كان بدايه الفيلم. وواحد منهم اللي هو الزعيم بتاعهم ده افتكر ان هو خلاص كده هيموت وكده، وفي ملك الموت جايله على اي بنوته شكلها حلو.
ما علينا يعني، استغفر الله العظيم يا رب. المهم البنت دي ظهر ان هي قناصة، تمام، وبيستولوا على المراكب اليابانية، لان المراكب اليابانية بيبقى فيها لحمة وفراخ وكده، بدل ما هم عمالين يصطادوا سمك طول فترة رحلتهم. ففي مركبة يابانية هتعدي هيستولوا عليها، بس هيكون حظهم الاسود ان هو ان هم برضو عندهم سمك بس في ولد منهم هيقع بلسانه وهيقول لهم ان احنا بندور على كنز، فارجوكم ما تقتلوناش وكده. فهيعرفوا بقى منه هو الخريطة فين بتاعت الكنز، وهياخدوا خريطة الكنز ويقعدوا يدوروا عليها. في ناس بقى على البر اصلا بيدوروا على نفس الكنز ده. فالفكرة ان ناس من البحر بتدور على الكنز وناس من البر بتدور على الكنز، والكنز اساسا في البحر في جزر معينة. فطبعا لازم الناس اللي على البر يدخلوا على البحر عشان يعرفوا يخشوا الجزر دي، والجزر دي معظمها يعني مطبات بقى وعارفين بقى جو خيال علمي قوي، لان هم هيفضلوا تحت المية كتير قوي. وانا اللي هو انا اتخنقت لكم، وانتوا ازاي تحت المية والطيارة عماله يجيبكوا جامد ومستحملين كل ده من غير بتاع هوا يعني. خلاص ده الموضوع طويل قوي لدرجة ان هو ما يتصدقش يعني. بس اللي يشفع لهم ان فعلا بعدين لما بيروحوا مكان معين، المكان ده بيبقى معزول شويه عن البحر، فهم لازم كانوا يعملوا الحركه دي ان هم ينزلوا بالبحر، لان مركبتهم ما كانتش هتروح الحته دي خالص، لان هي حته مقفوله كده. فلما يوصلوا هيكتشفوا ان الكنز ده معظمه فضه، ودي مش الكنز الاصلي، دي الحته اللي فيها خريطه بتاعه الكنز الاصلي اللي هو كله ذهب. اللحظه دي بقى هيتصادم الناس اللي هم كانوا جايين من البر مع القراصنه دول، واصلا هيبقى في عداوه ما بين اللي هو جاي من البر ده واللي هو الولد الزعيم. لما يكتشفوا الكنز الحقيقي برضو هيقعدوا يضربوا بعض. الكنز الحقيقي هيروح لمين بقى؟ تخيلوا انتوا بقى. بس بجد هو برضو اكشن ودراما وكوميدي برضو، فدوروا عليه، اسمه القراصنه. هبقى اكتب لكم اسمه هنا بالانجليزي عشان تجيبوه بالظبط. ذا ناكل جيرل معروف، انا قلت لكم عليه قبل كده بس هقول لكم عليه تاني، ده ياباني بس اتفرجوا عليه بجد هتفتكروا بقى ماي نيم، بجد هتفتكروا ماي نيم شويه. بس الفكره هنا ان ابوها مش اللي مات، دي اختها هي اللي اتخطفت، وهي بنت مصارعه تحب تلعب بوكسنج، وهتلاقي اللي هي الناكلز دي، هتبتدي بقى ان هي تضرب الناس اللي خطفوا اختها بالناكلز. فولوينج، في فيلم اسمه فولوينج اتفرجوا عليه، ده فيلم ليه علاقة شوية بالسوشيال ميديا وازاي ان السوشيال ميديا فيك، وفي زي مسلسل اسمه فيمس. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجة؟ نبي ما هيجرى حاجة. بس فولوينج بعيد عن فيمس شوية، لان فولوينج فيه شوية احداث اللي هي مشتبين في قاتل متسلسل وكده، ومين القاتل المتسلسل هتستغربوا هي هتطلع مين في الاخر القاتل المتسلسل. ففولوينج I recommended ناكل جيرل. ولو عايزين تتفرجوا على حاجه شبه فولوينج، لو انتوا عجبكم كي دراما، هيبقى فيمس. يا جدعان افهموني، قلت لكم مليون مره انا ما ينفعش ابقى مجرم. هحاول. ده was the gossip، او مش gossip بقى، ده was يعني ده كان كل حاجه للنهارده. ما تنسوش تعملوا شير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلوكم كل جديد. and yes see you in another gossip. bye.